ريت تتوكل على ربي سبحانه وتتخذ بالأسباب وتسعى وتحاول وتخليها عليه، راو يعطيك ويرزقك فوق وأكثر من اللي كنت تتصور. وقصة نجاح يسري البوس مثال حي. واحد من شبابنا مختارش يقعد يلوم وينبر على الواقع، بل توكل على ربي وخدم في العديد من المطاعم ولم شوية فلوس. ولنا وين تبدا القصة مع الخوف وزعما ننجح ولا وكي نخسر فلوسي وتعبي ومخاوف البدايات، لكن هو عمل على ربي واختار يرسكي، ومن مترو على مترو يعمل لنا ساندويتشات بخبز مميز والتش نتاعو في كل ساندويتش، وهذا السر. الكسكروت يخرج بالحب هذاك، علاش حاجه تجيبني على الاخر صاحبي من الاخر خويا الغالي. وبالرسمي كسكروت راهو بنين على الاخر، واهم حاجه شخت عليها التعامل نتاعو والتربيه والاخلاق والطاقه الايجابيه اللي تحسك باهميتك ككليون. وكان مكليتوش عنده فاتكم برشا بشهاده صاحبي حسن اللي هزنا ليه، وصاحبي هاني يسري توا لنا عنده عام وشهر من نجاح، وفماش شكونك اللي عنده مرجعش، وبالمناسبه عمره 25 سنه فقط. وبخلاف التعامل نتاعو والكاليتي اللي يخدم بها، النظافه والنظام اللي ريتها عنده مش نورمال. واخيرا تلقاونا اخويا في جبل خاوي في المرسم قبل فارماسيكيه يا اخويا، حتى تدخل على الماب تلقانا، تكتب شي البوست تلقانا موجودين ان شاء الله من 6 نتاع العشيه حتى تكشف الماضي ساعه ونص نتاع الليل.